دي أدت للوفاة، مش شغلة من اللي هتشوف. دي أدت للوفاة، القصة دي اللي هحكيها لك دي أدت للوفاة. يعني واحد خطب واحد والتاني عايز ياخدها، بعد ما خطبها ووافقوا بالأولاني راح التاني عمل له عمل على ضفدع، ضفدع اللي في المية، راح جاب السحر حطه في حنك الضفدعة وربط حنكها بخيط ورماه في المية. منين ما تموت الضفدع دي هيموت صاحب العمل اللي معمول السحر. لا حول ولا قوة. وفعلا مات وجا ذاك اخذه. ده اكبر حرام. الكلام يعني ده كفر، ده يرضي ربنا، ده ما يعني. يرضيش ربنا طبعا. اكبر حرام. بس السحر مش بيموت يا جدي. السحر بيجن ولا بيموت. الحسد ممكن يموت، لكن السحر ما فيش جن يقدر يموت بني ادم. اتعمل له الجن حاجه اسمها ربنا اذن ان الشخص ده يتوفى خلاص. ماشي. هو ليه السحر ما يقدرش يموت بني ادم، يعني بالاسباب. هو سبب ان هو يتعبه. ايوه، لكن هو ما يقدرش يموته. هو قاصد ان هو عايز ياخد البت دي وهو خطبها. طيب عشان يخلص منه يعمل ايه؟ راح عمل له ده. الكلام ده زمان احنا كنا نسمع من الجدود، ما نحبش الكلام ده، ان السحر له على اساس ان يسيب دي وياخدها ده. راح اللي ما يعرفش ربنا هو في جهنم دلوقتي، عمل له سحر على ضفدعه، عزم على ورقه وحطها في بوق الضعضفه وربطها بخيط ورماها في الميه. على قد ما عاش الضفدع في الميه وماتت، مات اللي معمول السحر. وده اكبر حرام. امال القيامه قامت ليه والناس اما تضرب في بعض ليه وتموت بعض ليه؟ لا الواد عارف ابوه ولا عارف امه ولا عارف اخوه، والقيامه قامت خلاص. احنا كده في علامات القيامه الصغرى احنا دلوقتي، علامات القيامه الصغرى احنا دلوقتي. وبعدين ربنا لو جاب اكتر من كده على الناس الغلا والفانا قليل عليها. تقول ايه بقى للناس اللي بتتبع الدجالين دول وبيروحوا عشان يعملوا لهم اسحار ويفرقوا بين الزوج والزوجه اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي لما تاذي الناس. حسبي الله ونعم الوكيل. المشكله ان الناس فاكره ان ربنا مش شايف كل ده. لا ربنا شايف في كل وقت. ده احنا ربنا شايف وعارف كل واحد بيخطط ازاي وبيعمل ايه في الخفا. بالظبط. ربنا مش هيسترك دايما. لا طبعا. ولازم يكشف، ولازم يعني وربنا مصر على مش هيمصر على الواحد على طول. اكيد طبعا. لازم يجي عليه يوم يتكشف وتعرف.